ثلاث خيارات قدام النادي الأهلي لمركز المدافع الصريح، فيا ترى يا هل ترى مين هو اللي هيكون رقم واحد بالنسبة للمارد الأحمر؟ يلا بينا نعرف كل حاجة من البداية للنهاية على الوكالة سبورتس. ملف المدافع في النادي الأهلي واخد أهمية كبيرة وحيز من تفكير مجلس الإدارة بشكل كبير. الموضوع كل يوم بيثار بسبب حاجة واحدة بس، ماتش الاتحاد السكندري. ثرب شايف ان مستوى الاهلي دفاعيا سيء جدا جدا جدا، وفي مشاكل كبيره جدا عند ياسر ابراهيم لازم تتحل، فعشان كده الاهلي حطوا قدام ثرب ثلاث خيارات. الخيار الاول هو محمود الجزار، مدافع الفريق السابق ولاعب البنك الاهلي، واحد من اهم اللعيبه في الدوري. عقده هيخلص بعد 6 شهور، لكن الراجل قال ان هو محتاج صفقه دفاعيه سريعا في يناير، فعشان كده الاهلي بيحاول انه يخلص فيه باسرع وقت ممكن. والصفقه دي على فكره الصفقه هتبقى كويسه جدا 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 بالنسبه للمارد الاحمر، لكن البنك الاهلي عايز لسه انه هو يدرس الموضوع بشكل كامل ويشوف هيبيعه بكام. الخيار الثاني برضه من البنك الاهلي لكن هيبقى غالي حبتين، وهو عمرو الجزار. كلنا عارفين انه كان قريب جدا من الانتقال للنادي الاهلي الموسم اللي فات، لكن التعاقد مع مصطفى العش وان ريبيرو شاف ان ما يتمش تدعيم صفوف النادي الاهلي بمدافع تاني خلاه بعيد عن حسابات المارد الاحمر. موضوع صعب مش كده؟ المهم ان الجزار انتقل لنادي البنك الاهلي على عكس ما الكل كان متوقع انه هينتقل لاحد ثلاثي القمه، لانه اصلا بيروح منتخب مصر من نادي البنك الاهلي. المهم ان الجزار فكر وابتدى يشوف هيعمل ايه، ما لقاش قدامه غير البنك وانتقل له، عشان بعد اقل من 6 شهور النادي الاهلي يتفاوض مع نادي البنك عشان يضمه. نادي البنك طالب فيه مبلغ كبير جدا، وممكن الصفقه ما تكونش هي الاولويه زي صفقه محمود الجزار. اما بقى الاخير فهو المستحيل بعينه، محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم النادي الاهلي عايز يرجعه ولو على سبيل الاعاره، لكن اللاعب قالها صريحه: النادي الاهلي بيتي على عيني وعلى راسي، لكن انا عايز ااهل نفسي من الصليبي واشوف قصه الاحتراف هترسى على ايه، لان عبد المنعم اصلا هينزل ليفل وممكن يلعب في الدرجه الثانيه او نادي اقل من نادي نيس بشكل كبير جدا، لان ده المتوقع. الاصابه ضربت محمد عبد المنعم في بدايه مسيرته في الاحتراف وهو لسه عايز يعافر ويروح، خصوصا انه اتعلم اللغه والدنيا معاه بقت كويسه نوعا ما. تفتكر بقى مين الصفقه اللي هتكون اقرب للنادي الاهلي، ومين الصفقه اللي هتضيف فعلا لخط دفاع ثرب عايز يعدله ويخليه على مزاجه؟ قول لنا انت بقى رايك وتعليقك على الاسماء دي في الكومنتات.